التالتة في البرسونا بتاعت السيدة دي طبعا هي جوليا بطرس. جوليا بطرس بالنسبة لي تعني لي أنا بقى شخصيا، لأنه ده ريفرنس أنا بحترمه. المطربة اللي بتغني على أوركسترا ضخمة وبتغني لون ما بين البوب والكلاسيك. وجوليا بطرس أنا حضرت حفلة ليها، حضرت حفلة 2016 في الضية، وشفت لأول مرة التجهيزات الضخمة دي في مسرح أو دور بتتعمل ازاي، والأوركسترا 144 عازف. كان ده جديد وقتها، يعني ما كانش زي ما بيحصل في السعودية دلوقتي الحفلات الضخمة دي. جوليا بتغني للوطن كأنه الحبيب، وبتغني للحبيب كما انه لو وطن، فتحس انك طول الوقت متلخبط يا ست دي قصده مين. وده بيتجلى اكتر في اغنيه ليها اسمها لبنان، غنيتها لاول مره في حفله كازينو لبنان. ولما شفت ريبورتاج هي بتتكلم عن الاغنيه دي، ان الغنوه من كتر ما كلامها رومانسي جدا جدا، لما زادت فيه جمله يا لبنان الكلام كله بقى وطني. بيني وبينك ما في حدود، على طول بحسك موجود، حتى بالأيام السود ما نكرتك ما خبايتك. انت بقلبي من زمان، من قبل ما العالم كان، ولو ما سميتك لبنان ما كتبتك ما غنيتك. لبنان 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 يا لبنان. ربنا يرد لبنان، يرد أهل لبنان لبيوتهم، ويتمسح يا رب الوجع اللي هم فيه ده أبدا. أهو